رحمة الله تعالى وبركاته. البداية بالعناوين. المولودية تحقق الفوز رقم 15 هذا الموسم وتواصل تصدر البطولة. الكشف عن موعد عودة بن ناصر إلى المنافسة. إبراهيمي جامع الجزائر يعتبر معلم وسيكون جد مفيد لمجتمعنا. عاد نادي مولودية الجزائر اليوم الاثنين بفوز ثمين من ميدان 20 أوت ببشار في مواجهة شبيبة الثورة بنتيجة 1-0 برسم الجولة 21 من الرابطة المحترفة الأولى، بهدف اللاعب يوسف الليلي في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول. وعلى إثر هذا الانتصار رفعت المولودية رصيدها للنقطة 49 في صدارة ترتيب البطولة. وكشفت تقارير إعلامية إيطالية اليوم الاثنين عن موعد عودة اللاعب الدولي الجزائري ونادي ميلان إسماعيل بن ناصر إلى المنافسة بعد الإصابة الطفيفة التي تعرض لها اللاعب وحرمته من مواصلة تربص المنتخب الوطني لشهر مارس الجاري. ووفقا لتقرير موقع كاليتشو، فإن الوضع الصحي للاعب بن ناصر لا يدعو للقلق، وسيكون موعد عودته إلى المنافسة منتصف هذا الأسبوع، وبالتالي سيكون بن ناصر معنيا بالمشاركة في مواجهة فورنتينيا يوم السبت برسم الجولة 30 من الكاليتشو الإيطالي. أبرز الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي نجم نايل غراف القطري أهمية وفائدة جامعة الجزائر على المجتمع الجزائري. وصرح إبراهيمي أمس الأحد خلال زيارته للمسجد: الحمد لله حظينا بفرصة زيارة هذا الجامع الكبير الذي يعتبر معلم ومركب. كما أضاف: فخر لنا كجزائر أن نحظى بمسجد مثل جامع الجزائر، خاصة وأنه يسمح للناس بتعلم القرآن وزيارة عدة مواقع. وتابع ياسين إبراهيمي: جامع الجزائر سيكون جد مفيد وعملي لبلدنا ومجتمعنا، وفخر بالنسبة لنا التواجد فيه. لمزيد من الأخبار نواتيكم بها تابعونا.